أنا بريء من اللي عملته إسرائيل في أهلي وأصحابي، وعيالي الأربعة دول أمانة في رقبة المسلمين، وبتمنى تدفنوني في مدافن أهلي وتعملوا لي جنازة. كمان بطلب منكم تسمحوا لي أشوف مراتي حنان قبل ما أموت. دي كانت آخر كلمات قالها الجاسوس أحمد بديع الحلاق، أخطر عملاء الموساد في لبنان، الحلاق اللي تسبب في استشهاد عدد كبير من القادة اللبنانيين، وقدم معلومات خطيرة للموساد الإسرائيلي على مدار سنين طويلة، وكان من أهم العناصر اللي اعتمد عليها العدو الصهيوني في تنفيذ عملياته السرية في لبنان. لكن الحقيقة إن خيانته ما كانتش لوحده، مراته حنان الياسين كانت هي كمان واحدة من أخطر عملاء الموساد، واللي كانت العقل المدبر في كل العمليات اللي قام بيها الحلاق، وكانت السبب الرئيسي في الخراب اللي حصل في لبنان. طيب تعالوا نشوف سوا الحكاية من البداية، وإزاي واحد زي أحمد الحلاق قدر يخدع الناس دي كلها طول الوقت، ومين هم الشهداء اللي راحوا ضحية خيانته. كل التفاصيل المرعبة دي هنعرفها في حلقة النهاردة. اتولد أحمد بديع الحلاق في لبنان سنة 1951. أحمد كان من عيلة كبيرة بس ظروفهم على قدهم. أبوه كان موظف بسيط، وأمه ست بيت طيبة، من النوع اللي بيعرف يمشي حال البيت حتى لو المرتب على القد. ومع إن العيال كانوا بيكبروا والمصاريف بتزيد والمشاكل بتكتر، إلا إن مركب العيلة كانت ماشية ببحر الحياة بهدوء. أحمد كان أول فرحة في البيت، أول مولود يدخل السعادة على قلب أبوه وأمه. أبوه كان بيبصله على إنه الأمل اللي طال انتظاره، وكان بيحلم إنه يطلع دكتور ولا مهندس ويبقى سنده وظهره في الدنيا. بس للأسف الحلم ده ما كانش في دماغ أحمد خالص. أحمد كان عايش يومه بالطول والعرض، همه الوحيد اللعب والتسلية، مش فارق معاه مذاكرة ولا مستقبل. وبالعافية سنة 1968 طلع بشهادة متوسطة وراح اشتغل في شركة كهرباء، بس حتى الشغلانة دي معرفش يحافظ عليها. عارفين ليه؟ قعد يمد أسلاك كهرباء للناس بالحرام عشان يكسب كام قرش زيادة لحد ما اتفصل. وفي عز الهيصة دي كلها جات له فكرة الجواز. استأجر شقة صغيرة في البلد جنب بيت العيلة، بس لما الدنيا ضاقت بيه قرر ينقل على صيدا، وهناك أصحابه ساعدوه يلاقي شغلانة جديدة. راح يشتغل في مسبك، والحقيقة القرش كان بيجري في إيده. لأول مرة في حياته يحس إن الدنيا ابتسمت له. وبعد سنة ونص قرر يرجع البلد ويخطب بنت اسمها فاطمة، وردة البلد اللي عمرها 19 سنة. بس الطمع زي ما بيقولوا في الأمثال الشعبية، اللي معاه قرش محيره يجيب حمام وطيره. أحمد بدأ يتعلم كل حاجة في المسبك، بس مش عشان يشتغل، لأ، عشان يسرق. كل ما يسرق حاجة يطمع أكتر، والفلوس الحرام فتحت له أبواب الشر على آخرها. خمرة، مخدرات، ستات، كل شيء حرام دخل في حياته. ولما لقى السرقة الصغيرة ما بقتش جايبة همها، بدأ يسرق كميات كبيرة من المسبك، وهنا وقع في شر أعماله. زمايله في الشغل مسكوه متلبس وطردوه من المكان، ومن بعدها حياته اتدمرت. كل ما يروح شغلانة يطرد منها. ولما حس إن أبواب الرزق كلها اتقفلت في وشه، رجع على برجة تاني واتجوز في أول فبراير سنة 1978. وفي عز ما كان بيحاول يرتب حياته من جديد في برجة، الدنيا اتقلبت في لبنان. يوم 15 مارس سنة 1978 كان في مجزرة كبيرة في لبنان. 30,000 جندي من الصهاينة انتشروا في كل حتة في لبنان، وكان هدفهم واضح: يضربوا المقاومة الفلسطينية ضربة موجعة. ورغم إن الشعب اللبناني وقف بكل قوته، إلا إن آلاف العائلات اضطرت تسيب بيوتها في الجنوب وتهرب للشمال. وهنا الدنيا اتغيرت 180 درجة. الشغل بقى قليل والحياة بقت صعبة على الكل. وأحمد بديع كان واحد من الناس اللي فقد الأمل في كل حاجة. مفيش شغل، مفيش دخل، والمستقبل شكله أسود. وفي الوقت اللي كان محتاج فيه يلاقي شغلانة، ربنا كرمه واشتغل في ورشة صيانة شاحنات، وهناك مخه اشتغل بسرعة. اتعلم القيادة والميكانيكا في وقت قياسي. بس للأسف اللي اتعلم يصلح العربيات فشل إنه يصلح نفسه من جوه. عادة السرقة كانت زي المرض في دمه، مش قادر يقاومها. وفي الوقت اللي ربنا رزقه فيه ببنت وهيبة، طارت منه لقمة العيش بسبب السرقة. وهنا يظهر شفيق في المشهد، الأخ الصغير اللي قلبه كبير، راجل رزين عنده طموح وإرادة، ودخل التجارة من أوسع أبوابها ونجح. حاول ينقذ أخوه الكبير، دفع له مقدمة تاكسي وضمنه كمان. وفي يوم أخوه قال له: اسمع بقى يا ابن الحلال، انت دلوقتي ربنا كرمك بمولود جديد، التزم بقى واشتغل على التاكسي ده عشان ربنا يكرمك. ما ينفعش تدخل قرش حرام على مراتك وبنتك. وبدل ما يشكر أخوه على اللي عمله معاه، قلبه اتملى حقد وكراهية، وكأن نجاح أخوه ده كان بيوجعه. والحال ما اتغيرش. أحمد كان لسه في نفس الدوامة، نهاره شقى وتعب، وليله ضايع بين الخمرة والحشيش، لحد ما البيت بقى ساحة معركة، مشاكل وخناقات مع مراته مش بتخلص.
وفي يوم من الأيام اتعرف على بنت اسمها حنان الياسين. في لحظة واحدة كل حاجة اتغيرت، جمالها خطف قلبه وعقله. وكانت بتشتغل ممرضة في مستشفى الباكورة، ورغم إنها كانت أصغر منه ب17 سنة كان هيتجنن عليها وحبها من أول نظرة. الحب هنا غير كل حاجة فيه، الراجل الخشن بقى رقيق، والمشاكل اللي كانت مالية حياته اختفت، ورجع تاني شاب صغير قلبه بيدق بسرعة وعروقه مولعة بنار الحب. بس القصة كان ليها وجه تاني. حنان الياسين الملاك الأبيض طلعت بتشتغل مع الموساد الإسرائيلي، وشغلها كممرضة كان الغطاء المثالي. بس خليني أوضح لك نقطة بسيطة. في الحروب الأسلحة مش دايما بتكون مدافع وصواريخ، ساعات بتكون مجرد كلمة، ابتسامة، أو حتى نظرة. ودي كانت واحدة من أخطر الأدوات اللي استخدمتها إسرائيل بعد اجتياح لبنان سنة 1982، لما اكتشفت إن المعركة مش دايما مواجهة عسكرية لكنها حرب معلومات. حرب اللي عنده المعلومة الصح في الوقت المناسب هو اللي يكسب. حزب الله وقتها كان لغز بالنسبة لإسرائيل، قدرته كانت بتزيد بشكل جبار وعملياته بقت أكتر دقة، واختراقه للتدريبات الأمنية الإسرائيلية كانت بتتم بسهولة غريبة، لدرجة إن الضربات اللي بيشنها بقت بتشكل تهديد حقيقي وبتربك نظرية الأمن الإسرائيلي بالكامل. وهنا بدأ اللعب القذر، حرب الجواسيس والعملاء. المخابرات الإسرائيلية بالتعاون مع بعض العناصر من داخل الجيش اللبناني الجنوبي بدأت تستقطب عناصر جديدة وتدربهم داخل معسكرات خاصة، بل وفي قلب تل أبيب نفسها، عشان يكونوا عيون خفية تراقب كل حركة وتوصل لكل معلومة مهما كانت صغيرة. وكان الهدف هو صناعة شبكة معلوماتية تخترق المجتمع الجنوبي بالكامل وتوصل لأدق التفاصيل من غير ما حد يحس بيها. وهنا ظهرت على الساحة حنان الياسين بملامحها البريئة وكلامها العذب. كانت مثال للعميلة المثالية، مفيش حد شك فيها ومفيش معلومة صعبة عليها. شغلتها في مستشفى الناقورة كانت أكتر من مجرد وظيفة، كانت زي الصيادة. المرضى اللي بيترددوا على المستشفى كانوا بيتكلموا براحتهم، يحكوا عن أهلهم، عن الناس اللي بيشوفوهم، عن التحركات الغريبة اللي لاحظوها، عن أي حد داخل القرية أو خارج منها. بس حنان في الأول كان دورها بسيط، تسمع وتلاحظ وتشوف مين بيتردد على المستشفى وتستدرجه في كلام عادي عن حياته الصحية أو الأوضاع في المنطقة. ومن غير ما حد يحس كانت بتحول الكلام العابر لمعلومات استخباراتية مهمة. لكن مع الوقت بقت أكتر من مجرد مستمعة، بقت محللة، بتفهم نفسية الشخص اللي قدامها وبتعرف تستخرج منه المعلومات اللي هي عايزاها من غير ما يحس. وكانت بتلعب على الحالة النفسية للمريض وتديله إحساس باهتمام وتعاطف، تخليه يحكي عن أهله، عن أصحابه، عن علاقاته بالمقاومة، وهي تسجل كل ده باحترافية. كانت تقريرها مش مجرد معلومات، لكن كانت تحليلات مفصلة عن التحركات في الجنوب، مين بيتعاون مع مين، ازاي بيتم تهريب الأسلحة وأماكن المراقبة. وكمان قدرت تكشف عن عشرات المتعاونين مع حزب الله، والنتيجة كانت موجعة. عمليات اختراق، شهداء وقعوا قبل ما يوصلوا لهدفهم، وخطوط اتصال تم كشفها قبل ما تكمل مهمتها. لكن الأخطر من كده إن حنان ما اكتفتش بس بنقل المعلومات، لكنها اخترقت كمان جيش الجنوب اللبناني وقدرت تدخل في صداقات واسعة مع الضباط، تسمع منهم أسرار، تنقل آرائهم، وأحيانا حتى تزرع أفكار تخدم المخابرات الإسرائيلية. حنان ما كانتش مجرد جاسوسة تقليدية، كانت موهوبة بالفطرة. ذكائها الاجتماعي وطريقتها في الاستماع للناس كانوا أقوى أسلحتها. وقائدها في المخابرات الإسرائيلية شاف فيها كنز نادر، لكن الكنز ده كان لازم يتدرب طول الوقت عشان يفضل يقظ وعشان يفضل بعيد عن الشك. والخوف الأكبر كان من رجال مخابرات حزب الله. خد بالك من النقطة دي، رجال حزب الله كانوا شغالين ليل نهار في البحث عن العيون الإسرائيلية المزروعة في الجنوب. عشان كده حنان خضعت لتدريبات خاصة، مش بس عشان تحمي نفسها، لكن كمان عشان تعرف ازاي تلعب بعقول الناس أكتر وتستخدم كل تفصيلة لصالحها. لكن بعيدا عن السياسة والمخابرات، حياة حنان الشخصية علمتها درس مهم: الحب نقطة ضعف. شافت ده بعينيها لما صاحبتها وقعت في غرام شخص وعدها بالزواج، لحد ما فقدت حياتها بعد عملية إجهاض فاشلة. ومن وقتها حنان أخذت قرار إن قلبها مش للناس، قلبها للعمل، للعب، للبقاء على القمة مهما كان التمن. لكن في حاجة ما خططتش ليها حنان: أحمد الحلاق، الراجل اللي ظهر في حياتها فجأة وقرر يطاردها كأنها حلم لازم يحققه. أحمد كان مختلف عن غيره،
مش بس معجب بجمالها، لكنه كان عنده إصرار غريب بيخليها تستغرب. في الأول شافته مجرد شخص عادي هيقولها كلمتين ويفارق، لكن لما لقيته إنه كل يوم بيجي من جبل لبنان للجنوب مخصوص عشان يشوفها، هنا بدأت تفكر بدل ما تتجاهله ليه ما تستغلوش. شخص بيحبها للدرجة دي ممكن يبقى مصدر معلومات مهم، وممكن كمان يبقى عين جديدة ليها في أماكن مش هتقدر توصل ليها بنفسها. وهنا بدأت تلعب لعبتها بذكاء، ترسم له دور في خطتها من غير ما يحس، تديله اللي يخليه متعلق بيها أكتر، وفي نفس الوقت تحوله لأداة في حربها السرية. لكن المرة دي الأمور ما كانتش ماشية زي ما هي خططت. دايما كانت بتقدر تفك أسرار اللي قدامها بسهولة، عارفة مين يبيع ومين يخون ومين ممكن يستغل مشاعره لصالحها. لكن أحمد كان مختلف، كل ما تحاول تستدرجه تلاقيه يهرب بكلامه، مش بذكاء جاسوس لكن بارتباك عاشق. لأول مرة بيلاقي نفسه قدام واحدة زيها، عينيه كانت بتقول كلام تاني، رعشة صوته كانت بتفضحه، وكأنها مش واحدة عادية بالنسبة له، لا دي كانت حلم أو يمكن كانت لعنة مش قادر يهرب منها. وده كان أول تحدي حقيقي ليها، لأول مرة تلاقي حد مش متجاوب بالسهولة المعتادة، ومش بيديها اللي هي عايزاه، ومش بيقع في شباكها بالطريقة القذرة اللي متعودة عليها. حنان اللي عمرها ما سابت مشاعرها تتحكم فيها، لقت نفسها لأول مرة مش قادرة تفصل بين شغلها وقلبها. هي اللي كانت دايما بتخطط وبتحسب لكل خطوة، اكتشفت إن في حاجة جديدة جواها، حاجة ملهاش تفسير واضح. الحب. أحمد الحلاق ما كانش زي الرجالة اللي عرفتهم قبل كده، ما كانش طمعان في جمالها ولا بيدور على علاقة مؤقتة، بالعكس كان عايزها تكون شريكة حياته. ولما عرض عليها الزواج ويعيش معاها في بيروت، حست لأول مرة إن في حد شايفها كبني آدم، مش مجرد وسيلة للوصول لحاجة. لكن المشكلة إن الحقيقة اللي بدأت بدم بارد اتحولت لحقيقة. بدل ما تستغله عشان تجمع معلومات استخباراتية، لقيت نفسها هي اللي مستنية تليفونه، هي اللي بتدور عليه في وسط الناس، وهي اللي قلبها بيدق لما بتشوفه. وهنا كانت لازم تاخد قرار، تكمل معاه بصدق وتسيب وراها كل حاجة، ولا تستمر في دورها وتفضل حنان اللي ما تقدرش تحب. عشان كده راحت لضابط الموساد واعترفت وقالت أنا بحب واحد اسمه أحمد بديع الحلاق، وقررت تعتزل عن الجاسوسية وعيش معاه في لبنان. ضابط الموساد أول ما سمع كده زعق في وشها وقال لها أنت اتجننتي، الحب ده مش ليكي، ده ممكن يكون فخ معمول بإتقان، وإن أحمد الحلاق بتاعك ده ممكن يكون مدسوس عليكي من حزب الله عشان يكشف أمرك. لكن حنان كانت مصرة، دافعت عن حبها كأنها معركتها الأخيرة، وصلت بها الجراءة إنها تهدد بالانتحار لو حاولوا يهددوها. ولما الموساد هددها بالقتل، حست إن الدنيا ضلمت فجأة، مش بس هي اللي في خطر، عيلتها كمان ممكن تدفع الثمن. وفجأة بقت بين نارين، تبقى مع حب عمرها وتجاذب بكل حاجة، ولا تمحيه من حياتها قبل فوات الأوان. عشان كده قررت تهرب منه وتحاول تتجاهله، وهو ما كانش سايبها في حالها. كل يوم تلاقيه مستنيها في مكان، مرة عند المستشفى اللي بتشتغل فيها، ومرة تانية وهي خارجة من بيتها، ومرة يمشي وراها في الشارع من غير ما ينادي عليها. وفي لحظة ضعف اعترفت له بالحقيقة. اليوم ده أحمد قال لها انت ليه بتحاولي تهربي مني؟ ردت عليه وهي حزينة احنا لازم نبعد عن بعض الفترة دي، وما تحاولش تكلمني ولا تستناني في أي مكان. طيب ليه؟ ايه السبب؟ مش هينفع تعرف الحقيقة. لا أنا بحبك ومتمسك بيكي، ولو في أي مشكلة معاكي نقدر نحلها مع بعض. اسمع يا أحمد، الكلام اللي هتسمعه ده هتسمعه مني لأول مرة. أنا بشتغل مع الموساد الإسرائيلي، ومن يوم ما عرفوا إني بحبك وإننا هنتجوز قرروا إنك لازم تختفي من حياتي، وقالوا لي إنهم هيقتلوك وهيقتلوا عيلتي لو أنت ما بعدتش عني، فلازم نبعد وننسى بعض. أنتي متأكدة من الكلام اللي بتقوليه ده يا حنان؟ طبعا متأكدة، بقولك بيهددوني بالقتل. طيب ايه اللي هيحصل لو اتجوزنا وهم عرفوا الحقيقة؟ مش عارفة بالظبط، بس ضابط الموساد شاكك فيك من أول ما عرف، ومقتنع إنك عميل لحزب الله. تخيل، حزب الله؟ أنا مالي ومال حزب الله؟ أنا أصلا مش بحب السياسة ولا بحب حزب الله ولا المنظمات الفلسطينية. المقاومة دي هي اللي خربت لبنان وضيعت البلد. يعني أفهم من كلامك إنك بتكرهني زيهم؟ أكرهك إزاي يا حنان؟ أنت الهوى اللي بتنفسه، أنت الحلم اللي بدور عليه من سنين. أنا عايزك تبقى مراتي، ومش فارق معايا أنت بتشتغلي مع مين، حتى لو أنا هضطر أتعامل مع الشيطان نفسه عشان نكون مع بعض. يعني أنت موافق إن أشتغل معاهم؟ أنت مش بتأذي حد، أهم حاجة هو المقابل اللي بتاخديه. أنا عارف إنهم بيدفعوا كويس لأي حد يجيب لهم معلومات عن حزب الله،
بس انت بتجيبي المعلومات دي منين بالظبط؟ صراحة المرضى في المستشفى بيثقوا فيا وبيتكلموا كتير عن اللي بيحصل، وبجمع كلمة من هنا على كلمة من هنا وبتمشي. يعني حزب الله بيسرب أسراره من أفواه المرضى؟ انتوا طيبين قوي. المعلومات الحقيقية مش هنا يا حنان، المعلومات الحقيقية في قلب بيروت الجنوبية. هناك بيتحدد كل حاجة، الخطط بتتحط وبتتم على أعلى مستوى، مش نقل كلام مرضى مراهقين بيحكوا أي حاجة تحت تأثير التعب. في اللحظة دي حنان ما كانتش مصدقة الكلام اللي بيقوله أحمد، وقالت له لو ضابط الموساد سمعك دلوقتي كان اداك مكافأة. حقيقي انت بتتكلم كأنك ضابط مخابرات. لا أنا مش ضابط مخابرات ولا حاجة، بس هي دي الحقيقة. تخيلي يا حنان إن كل عملية بيعملها حزب الله بتضر لبنان أكتر ما بتضر إسرائيل. كل مرة بيضربوا فيها صاروخ الرد بيكون قصف البيوت، المستشفيات، المدارس. ده دمار واحنا مش ناقصينه. وبعيدا عن كل ده أنا بحبك ومش هسيبك. موافقته على شغلها معناها إن مفيش حاجة هتمنع جوازهم، وده في حد ذاته طمنها. وضابط الموساد ممكن يشوف إن وجودها في الجنوب في صالحه، وساعتها مش هيعترض على جوازها من أحمد. وهنا وفي لحظة واحدة علاقتها بأحمد قطعت مسافة كبيرة، خطوة كانت هتاخد وقت طويل لولا كل حاجة اتكشفت فجأة. وطول الليل حنان كانت فرحانة، غرقانة في أفكارها، فرحانة بكل حاجة ماشية في الاتجاه اللي هي عايزاه، ومستنية اللحظة اللي هتقابل فيها ضابط الموساد وتحكي له كل اللي حصل. بس الغريب إن عدى يوم واتنين مفيش أي خبر عن ضابط الموساد، لا زارها في المستشفى زي كل مرة ولا حتى بعت حد يطمنها. والأغرب إن أحمد نفسه اختفى، ما جاش يقابلها زي ما كانوا متفقين، ولا حتى راح يزور أهلها زي ما وعدها. 4 أيام عدوا وهي مش فاهمة حاجة، وكل السيناريوهات السوداء كانت بتلف في دماغها. هو ممكن يكون خاف وهرب، ولا ممكن فعلا يكون شغال مع حزب الله زي ما ضابط الموساد قال. أسوأ حاجة إنه عرف مني إني بشتغل مع الموساد، والمفروض ما كانش يعرف مني حاجة زي كده. بس للمرة المية السؤال اللي بيلح عليا دلوقتي هو الحلاق ده شغال مع حزب الله؟ لو فعلا كده يبقى أنا خلاص اتحرقت. كل حركة بقت مرصودة وكل خطوة متراقبة، ومسألة وقت وهلاقي رجال حزب الله بيقبضوا عليا. للأسف مش هيصدقوا دموعي، ولا يفرق معاهم إن بنت صغيرة ومليش في الحاجات دي. وأكيد الحلاق الخاين ده هيحكي لهم كل حاجة، وهيقول لهم بقى أنا كشفت العميلة الإسرائيلية. المشكلة لو ده حصل يبقى خلاص أنا قربت قوي من حبل المشنقة. وفجأة سؤال غريب قطع حبل تفكيرها، هو حزب الله بيعدم الستات زي الرجالة؟ بس لا، أنا مش جاسوسة، المعلومات بتوصلي لوحدها، أنا ما بدورش على حاجة. يعني مش زي أمينة المفتي اللي كانت بتلف لبنان بجهاز لاسلكي وبتبلغ عن الفلسطينيين وتسببت في موت أطفال وشباب وناس غلابة. لا، أنا أكيد مش زيها. أنا مجرد واحدة محبوسة في مستشفى ومضطرة أتعاون مع الموساد عشان أعيش، وعشان أهلي يفضلوا عايشين، وعشان أتنفس في وقت الناس فيه بتموت من الجوع. بس اللي مش قادر أفهمه هو أنا نهايتي هتكون على مشنقة حزب الله، ولا ضابط الموساد هيخلص عليا برصاص مسدسه؟ مش عارف أعمل إيه. طيب هل أروح أكلم حزب الله وأعترف بكل حاجة يمكن يسامحوني؟ بس لو عملت كده برضه مش ضامنة رد فعلهم، ولا الأحسن أروح لضابط الموساد وهو الوحيد اللي ممكن ينقذني من الورطة دي؟ وبعدين أنا خدمتهم فترة طويلة، أكيد لو قلت لهم الحقيقة وإن أحمد الحلاق كشفني وبيشتغل مع حزب الله أكيد مش هيتخلوا عني. وفي اللحظة دي حنان ما كانتش في وعيها، أخدت بعضها وخرجت من مستشفى الناقورة زي المجنونة، وركبت أول عربية وراحت على مكتب سري تابع للمخابرات الإسرائيلية. وأول ما وصلت هناك رمت نفسها على أقرب كرسي وقالت لضابط الموساد جدعون احميني منهم أرجوك، هم بيدوروا عليا. اهدي شوية، مين اللي بيدوروا عليك؟ حزب الله. ما كنتش عارف إن واحد منهم خدعني. مين اللي خدعك؟ اتكلمي. فاكر الراجل اللي كنت عايزة اتجوزه؟ أحمد الحلاق. أيوة، ماله؟ أهو أحمد الحلاق ده بقى طلع عميل لحزب الله. لا لا لا، مستحيل، صدقني أقسم لك إنه منهم. اختفى فجأة بعد ما عرف إني بشتغل معاكم. رد عليها ضابط الموساد وهو متعصب، أنا حذرتك مليون مرة تبعدي عنه، لكن واضح إنك ما بتسمعيش الكلام، واللي زيك لازم يتعاقب. في اللحظة دي الباب اتفتح ودخل 2 من عناصر الموساد، وضابط الموساد قال لهم خدوها فورا على سجن الخيام عشان تتأدب. وهناك رموها في أوضة ضلمة، مفيش شمس، مفيش نور، مفيش حتى نقطة مية. وفجأة سمعت صوت شخص في المكان، حاولت تتماسك وقالت بصوت مرتعش في حد هنا؟ استنت حد يرد عليها بس محدش رد. سألت تاني في حد معايا هنا؟ في اللحظة دي سمعت صوت حد جاي من بعيد، أنا يا حنان
أنا أحمد الحلاق. حنان أول ما سمعت صوته قلبها وقع في رجليها، ما كانتش مصدقة، صرخت بكل قوتها وجريت عليه، لقيته متعلق في السقف زي الذبيحة، رجليه فوق ودماغه تحت، واتصدمت من الدم اللي نشف على وشه. وهنا عيطت بحرقة وقالت له ليه عملوا فيك كده؟ عشان بحبك، افتكروا إني بشتغل مع حزب الله. ساعتها جريت على باب الزنزانة الحديد وفضلت تخبط عليه بإيديها الاتنين، مش عارفة تصرخ ولا تعيط. في اللحظة دي حست بندم بيقطع في قلبها، ازاي شكت فيه، ازاي قلبها خانها وصدقت ان احمد ممكن يبقى عميل وخاين. بعدين رجعت تكلمه تاني، انت هنا من امتى؟ عملوا فيك ايه؟ كنت جاي اخطبك من اهلك بس خطفوني، بيقولوا عليا جاسوس لحزب الله ومستنين مني اعترف بحاجة انا حتى ما اعرفش عنها حاجة. واعترفت. اعترف بايه؟ مالي ومال السياسة، لا حزب الله ولا غيره. كل اللي كنت بتمناه اخدك ونعيش بعيد عن الحرب، عن الدمار اللي حوالينا، بس الظاهر الحب هنا بقى تهمة. طيب انت لسه بتحبني؟ انت عارفة الإجابة وعارفة ان اللي حصل ده مش ذنبك، كان ممكن تبعدي بس انا ما قدرتش ابعد عنك. طيب هو مين حقق معاك هنا؟ ضابط موساد اسمه رافيف، ضابط ما بيفهمش اي حاجة لدرجة انه كان عايز يقتلني. وعلى فكرة الموساد في الجنوب ما بيفرقوش بين حد، السجن ده مليان ناس محبوسة ظلم من غير حتى تهمة. حزب الله خلاهم فقدوا عقلهم، بيشكوا في أي حد وبيعذبوا أي حد. ردت عليه حنان وقالت له مش ده نفس أسلوب حزب الله مع المعتقلين؟ ريحة المخابرات طالعة من سؤالك. مالك يا حنان؟ مفيش، للدرجة دي مش واثق فيا؟ سامحيني يا حنان بس الألم بيقتلني والحديد في رجلي كأنه بياكل لحمي، أنا ما بقتش قادر أستحمل، عايز أطلع من هنا بأي طريقة. ردت عليه استحمل شوية، يمكن لما نتكلم مع ضابط الموساد مرة تانية يسامحنا وخرجنا من هنا. وفجأة باب الزنزانة اتفتح بعنف ودخل عليهم ضابط الموساد وقال لهم فكرتوا في حل ينقذكم من الإعدام؟ الكلمة وقعت على أحمد الحلاق زي الصاعقة وقال له إعدام؟ طيب أنا ذنبي إيه عشان أتعدم ظلم؟ ردت عليه حنان يا سيد الضابط أرجوك دلنا على أي طريقة نقدر نخرج بيها من المصير ده. الحل مش عندي، الحل عندكم انتوا. أحمد قال له أي حل، أي حاجة تنقذنا، إحنا تحت أمرك. طيب لو عرضت عليك تشتغل معانا توافق؟ أوافق أشتغل معاكم، ولو عايزنا أشتغل ضد حزب الله وضد لبنان وضد نفسي موافق، بس أطلع من هنا وأنا تحت أمرك. وهنا أحمد الحلاق تنازل عن كل حاجة، عن شرفه، عن دينه، عن وطنه، المهم إن هو يبقى في أمان. وضابط الموساد بدأ يعلمه أول درس في الخيانة. مش بس كده، خلاه يمضي بإيده على ورقة بتثبت موافقته على العمل مع الموساد، وصوره وهو بيعمل كده عشان يبقى تحت السيطرة لو فكر يتراجع، وتعمل له تسجيل صغير عشان يكون شاهد عليه في أي وقت. ومقابل الخطوة دي أخد عربون خيانة $1000. وفي أغسطس سنة 1988 تم الزواج، وحنان رجعت المستشفى من تاني، مش بس لمجرد شغلها لكن عشان تجمع معلومات عن المرضى وتنقل أخبار المقاومة أول بأول. أما أحمد فبحكم شغله كسواق كان بيتنقل بين المحافظات والقرى والنجوع، وده خلى الموساد يشوف فيه فرصة مثالية لتنفيذ مهمة جديدة. وتم تكليفه هو وحنان زي غيرهم من عدد كبير من عملاء الموساد وقتها بمهمة البحث عن الصهاينة اللي وقعوا في القصر، وعلى رأسهم الطيار الإسرائيلي رون أراد. إسرائيل كانت هتتجنن عليه ومستعدة تدفع أي تمن عشان تعرف مصيره. رون أراد كان طيار إسرائيلي محترف، وقع بطيارته في صيدا يوم 16 أكتوبر سنة 1986، وتم أسره على يد حركة أمل. ومن وقتها الصهاينة بيحاولوا يوصلوا لأي معلومة عنه لكن بدون نتيجة. اللي اتقال وقتها إن حركة أمل سلمته لحزب الله، لكن الحقيقة فضلت غامضة، وملفه بقى واحد من الألغاز اللي شغلت إسرائيل سنين طويلة. الموساد كان عارف وقتها إن الموضوع صعب جدا وإن مفيش أي حد هيقدر يدلهم على مكان الطيار ده. وهنا جه دور أحمد وحنان، واللي كلفوهم بمحاولة اختراق بعض الشخصيات اللي ليها علاقة بحزب الله ومعرفة أي تفصيلة عن مصير الطيار. بس الوضع ما كانش سهل. التقارير السرية الإسرائيلية وقتها كانت بتقول إن رون أراد خرج من لبنان في ظروف غامضة، وكان فيه كلام بيتردد إنه انتقل سرا لمعتقلات سوريا وإنه تعرض لتحقيقات مكثفة، وفي اللي قال إنه تم تسليمه لإيران، وفي برضه اللي قال إن حزب الله كانت بتستخدمه كورقة ضغط في مفاوضات سرية، وكل شوية كانوا بيطلعوا صورته أو مجموعة صور كده عشان يوضحوا إنه لسه عايش. لكن في النهاية محدش كان عنده إجابة واضحة.
بس بعد فترة مؤسسة إسرائيلية سمت نفسها ولد للحرية نشرت في بعض الصحف الإسرائيلية صورة رون أراد وعرضوا مكافأة ضخمة لأي حد يدلهم على مكانه. هنا حنان قدرت توصل لمعلومة مهمة جدا لما سمعت من أرملة بطل شهيد إن جوزها كان قائد سرية وهو أول واحد أثر التيار الصهيوني بعد ما طيارته وقعت في صيدا. المعلومة دي كانت بالنسبة لها خيال، لا والأخطر من كده لما عرفت إن هو مات وإن جثته اختفت تماما. طبعا معلومة زي دي هتخلي الموساد يطمن، بمعنى إنه مش هيرجع تاني يدور ويقلب في الموضوع، خلاص الطيار مات حقيقي. ولكن تمر الأيام لحد سنة 2007 والصهاينة يسمعوا كل شوية إن الطيار لسه عايش، وهنا الدنيا اتقلبت من أول وجديد. الله، انتوا مش قلتوا مات خلاص؟ فرجعوا من تاني يفتحوا ملفه على أمل إن يكون لسه في فرصة لفك أسره، وفضلوا مستنين أي إشارة أو أي معلومة، وتوقعوا إن السيد حسن نصر الله ممكن يخرج يتكلم ويقول يا جماعة إحنا ممكن نبادله بأسرة تانيين، لكن ولا حزب الله نطق ولا أي جهة اتكلمت عن الموضوع، والصهاينة ما جالهمش أي رد. وساعتها بدأ اليأس يتسلل وبدأوا يفهموا إن القصة دي انتهت للأبد، واضطروا يقفلوا ملفه رسميا واندفنت حكايته معاه، وسابوا وراها 1000 علامة استفهام. هل الطيار ده فعلا مات ولا كان مجرد تمويه وانتقل لمكان تاني بعيد عن العيون؟ ولو كان فعلا اتقتل، مين المستفيد الحقيقي من انه يختفي تماما؟ حزب الله، سوريا، ولا حتى ايران؟ ونرجع تاني لأحمد وحنان اللي مهمتهم نجحت نجاح ساحق، والنجاح ده كان نقطة تحول كبيرة خلتهم من أهم عملاء الموساد في المنطقة. أحمد تحديدا دخل مرحلة جديدة والموساد خلاه يخضع لدورات مكثفة في فنون التجسس، جمع المعلومات والتلاعب بالعقول، وتعلم ازاي يسيطر بالكلام على أي حد مهما كان مستوى وعيه أو خبرته، وبدأ يتقن أساليب الإقناع والتضليل، وثقته بنفسه زادت بشكل مرعب، والخوف بقى مجرد إحساس ملوش مكان في حياته. ومع الوقت بدأ يبني شبكة علاقات قوية مع ناس ليهم تأثير في دوائر حساسة، ومن ضمنهم فؤاد مغنية أخو عماد مغنية رئيس وحدة العمليات في حزب الله والعدو الأول لإسرائيل في المنطقة. لكن الدنيا كانت على وشك تشتعل، لأن في يوم 17 مارس سنة 1992 حصل حدث زلزل الكيان الصهيوني. السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين انفجرت، والنتيجة كانت 29 قتيل و242 مصاب، والمشهد ده كان كارثي خلى الصهاينة في حالة جنون. إسرائيل وقتها كانت بتدور على الجاني بأي شكل، وأصابع الاتهام اتوجهت لحزب الله على طول، وتقارير استخباراتية قالت اللي نفذ العملية حزب الله، وإن العملية تمت بمساعدة سوريا. لكن حزب الله وسوريا نافوا أي علاقة ليهم بالحادث، واعتبروا الاتهامات دي مجرد محاولة إسرائيلية لضرب سمعتهم والتغطية على فشلهم الأمني. لكن بالنسبة للموساد دي كانت ضربة مهينة، وكان لازم يكون في رد بنفس القوة، وعشان كده بدأت التحركات، والخطة كانت واضحة. عماد مغنية لازم يختفي من الوجود، وهنا كل العيون اتجهت لشخص واحد، أحمد الحلاق، العميل اللي تحول لسلاح قاتل في ايد الموساد، واللي كانوا شايفين انه الشخص المناسب لتنفيذ المهمة. ولما الموساد عرضوا عليه تفاصيل العملية كان شايفها شبه مستحيلة. عماد مغنية كان معروف انه شخص شديد الحذر، ما بيثقش في حد وما بيظهرش بسهولة، فمحاولة استهدافه بشكل مباشر كانت أقرب للخيال، وده اللي خلى أحمد يفكر في خطة بديلة. بدل ما يحاول الوصول لعماد قرر يستهدف أخوه فؤاد مغنية، لأن لو نجح في استدراجه فده ممكن يجبر عماد على الظهور، وساعتها هتبقى الفرصة متاحة لتنفيذ الاغتيال المزدوج، وانت هنا هتبقى ضربت عصفورين بحجر، عماد وفؤاد. ولما عرض الفكرة على الموساد وافقوا فورا واعتبروها خطة ذكية، ووعدوه بمكافأة $7000 لو قدر ينفذ المهمة بنجاح. ومن اللحظة دي بدأ أحمد يراقب كل تحركات فؤاد ويقرب منه أكتر من الأول، ويبني معاه علاقات أقوى عشان يسهل تنفيذ المهمة. لكن عملية بالحجم ده كانت محتاجة تخطيط دقيق ووقت كافي، لأنك مش هتختال أي حد، انت هتختال رئيس وحدة العمليات في حزب الله. ومع كل خطوة أحمد كان بياخدها كان عقله مشغول بأسئلة كتير، أولها بعد تنفيذ العملية هو وحنان هيقدروا يهربوا فين؟ تاني حاجة لو الخطة فشلت واتقبض عليهم، ايه حجم الكارثة اللي ممكن تحصل؟ هل الموساد هينقذهم ولا هيبقوا مجرد كارت اتحرق؟ أسئلة كتير كانت بتدور في دماغ أحمد الحلاق، لكن الوقت ما كانش في صالحه، القرار لازم يتاخد، والخطوة الجاية هتحدد مصيره للأبد. المهم بعد تحديد المكان والزمان يوم 20 ديسمبر سنة 1994 أحمد كان مستعد لكل حاجة،
المهمة دي كانت لازم تتم بمنتهى الدقة، وأي غلطة ممكن تكشفه أو تضيع المجهود كله. عشان كده اختار التخفي في زي رجل دين، لبس نظارة سودا وركب دقن مستعارة وغيرت ملامحه تماما، وكان مستحيل حد يتعرف عليه. في اليوم ده الموساد جاب عربية كانت مسروقة ومتبلغ عنها، وبدأوا يجهزوها وحطوا في قلبها 100 كيلو من المتفجرات. انت متخيل الكمية؟ وكانت كل حاجة ماشية بدقة. المعلومة وصلت لأحمد بديع الحلاق وحددت له الموقع اللي هيضرب فيه عماد مغنية. المهم أحمد سايق العربية بهدوء لحد ما وصل بيها للنقطة المحددة، وركنها في زاوية عشان محدش ياخد باله منها، وبعدها نزل مشي على رجليه حوالي 50 متر بعيد عنها. دخل محل بقالة واتكلم في التليفون كأنه زبون عادي، لكن عينيه ما كانتش بتفارق الشارع. وما عداش وقت كتير وظهرت العربية المطلوبة، وراها عربية حراسة، والإشارة كانت واضحة والهدف جاي اللحظة دي. وبمجرد ما العربية وصلت عند نقطة التفجير ضغط أحمد على الزر، والشارع كله تحول لبركان من النار، والنيران مسكت في كل حاجة. ناس بتصرخ، ناس بتجري في كل اتجاه، والدنيا بقت فوضى. والنتيجة مقتل فؤاد مغنية و2 من الحرس، وإصابة 15 مدني كانوا قريبين من موقع الانفجار. لكن المفاجأة الكبرى، عماد مغنية ما كانش في العربية، فؤاد كان لوحده، والعملية كانت ناجحة جزئيا، لكن الهدف الحقيقي مازال حي. وده معناه إن اللعبة لسه ما خلصتش، وإن الصهاينة فتحوا طاقة جهنم على نفسهم. الحكومة اللبنانية ما استنتش لحظة قبل ما توجه اتهام رسمي للمخابرات الإسرائيلية، وقالت بصراحة إن إسرائيل مش بس بتستهدف حزب الله، لكنها كمان بتحاول تضر الدولة اللبنانية نفسها والمواطن العادي، وكأنها بتقول للبنانيين مشكلتكم مع حزب الله حلوها لوحدكم، وإحنا مش ملزمين بأي اتفاقيات تمت قبل كده. الكلام ده معناه إن إسرائيل قررت تخالف اتفاق إبريل سنة 1993، والاتفاق ده كان بين فرنسا وأمريكا وإسرائيل وحزب الله، وقالوا لازم يكون في قواعد واضحة للعبة، حزب الله يكون ملزم بيها وإسرائيل ما تخرجش عنها. الاتفاق ده كان بيقول حزب الله مسموح ليه يقتل الجيش الإسرائيلي، لكن جوه الأراضي اللبنانية المحتلة فقط، اللي هي أرضه بيدافع عنها، لكن ما يضربش صواريخ على تل أبيب، لأنه كده بيستهدف المدنيين من الداخل. والصهاينة حقها تضرب مواقع حزب الله فقط، ولكن ما تستهدفش المدنيين اللبنانيين أو تعمل عمليات عسكرية تهدد الاستقرار في لبنان. لكن إسرائيل ما التزمتش بيه تماما، وفضلت تنفذ عمليات اغتيال جوه لبنان، وحزب الله من ناحيته كان بيرد بقوة كمان. يعني الاتفاق كان شبه بهدنة جزئية. المهم بعد اغتيال فؤاد مغنية أحمد اختفى تماما، وكأنه فص ملح وداب، لا ليه أثر ولا في حد شافه. وقتها حزب الله شكل فريق كامل وبدأوا يمشطوا كل الأماكن. اسألوا أصحاب المحلات، المقاهي، المطاعم، أي حد ممكن يكون لاحظ أي حاجة غريبة قبل الانفجار. وفي وسط التحقيقات ظهر شاهد مهم، صاحب محل بقالة كان بيتردد وهو بيتكلم، لكنه فجر مفاجأة قلبت كل الحسابات. الراجل قال إن قبل الحادث بدقايق في زبون دخل المحل، كان لابس نظارة سميكة ودقنه طويلة وملامحه مش واضحة قوي، وقال اللي خلانا أشك فيه مشيته وطريقته في الكلام خلتني أحس إن شفته قبل كده. في الأول حاول يتجاهل الإحساس ده، لكن لما سمع صوته وهو بيتكلم في التليفون كان الصوت مألوف بشكل غريب. في اللحظة دي الشك بدأ يتحول ليقين، وقال لك ده مش أي حد، ده أحمد الحلاق، وأقدر أطلعه من وسط مليون شخص. طبعا رجال حزب الله ما اكتفوش بشهادة الراجل، على طول راجعوا سجل المكالمات. وهنا كانت الصدمة، أحمد كان بيكلم فؤاد مغنية شخصيا، يعني قبل الحادث بلحظات، وكان بيتأكد بنفسه إن الهدف هيعدي من المكان ده. وهنا بدأ العد التنازلي، وأحمد وحنان ما كانوش عارفين يعملوا إيه. عشان كده أحمد أخد بعضه وراح كلم ضابط الموساد وطلب الحماية ليه ولعيلته، وطلب كمان سفره لإسرائيل مقابل إنه يفضل في خدمتهم. ضابط الموساد وعده إن الترتيبات شغالة وإن هو وأسرته هيسيبوا لبنان قريب. بس من إمتى الصهاينة عندهم أمانة؟ إذا كان هو نفسه خان بلده، تفتكروا ممكن الصهاينة يحموه؟ وأحمد وحنان فضلوا هربانين من مكان لمكان، كل يوم في خوف، كل ساعة في رعب، ومعهم أطفال ملهمش أي ذنب بيشوفوا أسوأ أيام حياتهم مع أب خاين وأم شريكته في الخيانة. والأجهزة الأمنية اللبنانية قفلت الدايرة عليهم وقدرت تحدد مكانهم لحد ما جه وقت الحسم. الساعة 2 صباحا البيت كان هادي، وأحمد وحنان فاكرين إنهم في أمان، وفجأة الباب بيتكسر عليهم، ورجال حزب الله كانوا واقفين فوق دماغهم. وهنا تم القبض على أحمد وحنان، والتحقيق بدأ فورا. بس أحمد حاول ينكر، ولكن الأدلة والشهود كانت كلها ضده.
وهنا ما كانش قدامه غير الاعتراف، واعترف هو وحنان بكل حاجة، واتحكم على أحمد بديع الحلاق بالإعدام و15 سنة سجن لحنان الياسين. وكعادة أي سجين مستني الإعدام سألوه عن طلبه الأخير، فطلب ورقة وقلم وكتب رسالته الأخيرة، ودي الرسالة اللي ذكرناها في بداية الحلقة. ولحد هنا تكون الحلقة انتهت. سلام عليكم.